ازاي تاخد جنسية اسبانيا خلال من 2 ل4 سنين. النهارده بقى جايب لك فكرة وخطة مش ناس كتير قوي عارفاها. انت لو حبيت تسافر اسبانيا سياحة بس حتى بتضطر تروح لمكتب وتقدم تدفع مبلغ محترم للمكتب ورسوم الفيزا نفسها. ولو حبيت تسافر دراسة او عمل او اي حاجة تانية شبه كده بتدفع مبالغ كبيرة جدا، والموضوع بيبقى صعب ومش اي حد بيتوفق فيه. اقل شيء بتدفعه عشان تروح تدرس هناك او تعيش هناك مش اقل من 7000 يورو 8000 يورو، غير الفلوس اللي انت بتبقى شايلها في حساب بنكي ومقفول عليها، ولازم يفضل مقفول عليها طول المدة اللي هتكون فيها هناك. تعالى بقى اقول لك خطة تانية خالص بعيدا عن الموضوع ده، ومضمون ان شاء الله 100%، ومش محتاجة منك تروح لمكتب ولا تدفع فلوس ولا تكلم حد ولا حد يساعدك في اي شيء. هقول لك الموضوع كله خطوة بخطوة، خليك معايا دلوقتي. عشان تاخد جنسية اسبانيا لازم يكون عندك اقامة اسبانية لمدة 10 سنين. 10 سنين دي كتير قوي. في استثناء كده ممكن نستفاد منه استفادة حلوة قوي. الاستثناء ده بيقول ايه؟ ان اي مواطن عنده جنسية دولة بتتكلم الاسبانية كلغة رسمية ممكن يحصل على الجنسية الاسبانية في خلال 2 بس. وعندنا كام دولة في العالم بتتكلم لغة اسبانية؟ حوالي 21 دولة في العالم كله بتتكلم اللغة الاسبانية كلغة رسمية للدولة. يعني انت لو عرفت تاخد جنسية اي دولة من ال 21 دولة اللي بيتكلموا اسباني كلغة رسمية هتقدر بسهولة جدا خلال 2 بس تاخد جنسية اسبانيا. وفي حاجة كمان، لو انت معاك جنسية اي دولة بتتكلم اللغة الاسبانية فانت ليك دخول لاسبانيا لمدة 90 يوم سياحة من غير اي تأشيرة. وفي خلال ال90 يوم دول تقدر تلاقي شغل وتقدر تدرس وتقدر تعمل اي حاجة انت عاوز تعملها عشان تحصل على اقامة 2 وتقدم على جنسية اسبانيا. لحد هنا كويس قوي كده. احنا عرفنا ان احنا لو قدرنا ناخد جنسية دولة من الدول اللي بتتكلم اسباني هنقدر من خلالها ان احنا نسافر اسبانيا لمدة 2 ناخد الجنسية الاسبانية. كده دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية بقى والاهم، ال21 دولة اللي عندنا ازاي اقدر ادخلهم وازاي احصل على اقامة فيهم وازاي احصل على جنسية فيهم، وايه اسهل دولة منهم ممكن ادخلها واخد منها جنسية باسرع ما يمكن عشان اقدر اروح بيها على اسبانيا. كده احنا عرفنا نص الخطة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هندرس الدول دي وهقول لك ايه اسهل واسرع دولة في الدول امريكا اللاتينية او الدول المتحدثة باللغة الاسبانية بشكل عام، ونقدر ندخلها وناخد منها الجنسية عشان نطلع على اسبانيا وناخد جنسية اسبانيا في خلال 2 سنين. ما تنساش تعمل لي فولو واستناني فيديو جاي.